فيها شوية جزء من الشخصية تبعي اللي هي شوي متهكمة، ما حقول متنمرة. عم بسمع انه نزع ستيلو. من هو دودو في حياة الشامي؟ عم نشهر كتير عالم، هي وقفت عليه. كيفه عم بسمع انه نزع ستيله وشلح جلده بعد بكيفه، بده اتنشن الناس تتابع كل جديده. طب قولوا لي كيفه. وهذه أجدد إصدارات الشامي كيفو اللي أطلقها امبارح وبدأت تحقق تفاعل عند الجمهور. عم بسمع انه نزع ستيلو. والله كيفه هي مشروع موسيقي استثنائي، له حالة خاصة، يا بيعمل حالة يا اما رح يكون غريب بالاطلاق الاول. بس انه انا بدعي الله يحبه، رح ابقى دائما عم بطرح تجارب موسيقية جديدة، لانه اول مرة انطرحت وين كانت تجربة موسيقية جديدة، ويا ليل ويا العين وصبرا. وكيفه هي تجربة موسيقية جديدة، الغربي والشرقي مع بعض مثل الشامي المعتاد يعني، وان شاء الله يحبوها. عم نحكي عن شيء كتير جديد، صعب ما تعمل هالقد مراهن عليها حلو، بس انه اذا صابت فهي حالة في شيء جديد من حيث الموسيقى. فكرة الديب هاوس مع الدربكة في شيء جديد مجنون، جديد عليك. مش كتير علي، جديد كتير على الناس. انه انا بعمل لهم هدول بالمطبخ بالاستوديو وبخليهم عندي، فهيك بدعي لله يحبوها. وحبيت طلع الفيديو كليب والموسيقى كلياته مع العائلة، مع الناس اللي كلها من روحنا الغنية، بجنانها بهضامتها بكلها. وبالفعل هيك، فهي مع أنها بتناقش موضوع حساس ورومانسي لكنها ما بتخلى من روح الشامي التهكمية. عم بحكي عن علاقة سابقة، وغالب العلاقات السابقة بتطرح بطريقة سلبية، فحبيت أنا تكون كمان سلبية بس بطريقة مهضومة. فيها شوية جزء من الشخصية تبعي اللي هي شوي متهكمة، ما حقول متنمرة. فيها شيء من الرومانس، فيها شيء من الغضب الحنين، فيها حنية، فيها هضامة، غنية مجنونة، فيها كل شيء. انا حسيت عم بتغيظها بس انه الله فينا يسعدها بس تسمع الاغنيه. اصلا من ثيابي مفاتيح الحجي. ايوه دايما لوكيتك مختلفه، دايما عم تعمل ترند اصلا، ان كانوا بس الميوزك فيديو بس عم بيصيروا ترند، يعني الشباب كلها عم تتبع ستايلك. بحب الهوية البصرية، بحب الهوية بالثياب، بحب الهوية الموسيقية، لأنه يعني بحب التميز بحياتي كلها، بحب أكون إنسان مختلف من كل النواحي، فحتى الفيديو كليب اللي تولى إخراجه إلي سلامة مش عادي. عم بتجول انت والشامي بالسياره، وين عم تجولوا وشو الفكره من هذا الميوزك فيديو؟ كتير عم نمشي بشوارع بيروت بالليل، الجو كتير دايناميك، في كاست كتير معه. ديجا نحن يعني الدانسرز اللي مع الشامي عم يكونوا موجودين بالميوزك فيديو، وفي كاست تانيين. الغنية كتير حماسية، والجو اللي عم نعمله يعني بعتقد يمكن هي شيء أول مرة شامي عم بيجربوا كميوزك فيديو، من ناحية الألوان، الدايناميك تبع اللقطات وشو عم نصور. ايفن أنا يعني عم بجرب اختبر اشياء باللقطات، لأنه عم بيقدر يسمح للجو إنه اقدر نعمل هيك شيء. فليتس سي. انت بالسياره عم تتنقل، شو القصه؟ حبيت او حب المخرج كمان انه يكون الفيديو كليب كلياته بالسيارة، وكل شيء عم بيصير لكن ما حاحرق شيء، ما بحس على بالي احرق. دايما على فكره دايما بتوقعني بنفس الطريقه، مستحيل. خلف ما نحن معك يعني اوريدي اوريدي احترق. هلا شو كنت عاملها اذا بدي اطلع من غرفتي، بقرب التليفون اول انه اذا في حدا يمين ويسار، فجاه تطلع ندى ورا الكنبايه مثلا، ممكن بتصير. فالشامي صار متعود على ايتي بالعربي وين ما يروح. انت اول انترفيو بحياتك مع مين؟ انا حاسس انه كمان انت على ايدك حيكون اخر انترفيو بحس انه بديت معك وحانتهى معك، قد ما حاحكي اشياء غريبه. بس اغرب شيء شفناه بالكواليس هو دودو. معكم دودو. شو قصته مرافقك من ابو ظبي لهون؟ دودو ربحته حدا من الفريق عندي، فيوليت، بلعبه كنا عم نلعب فيها، يعني انا بحب اسرق اي شيء من التيم اساسا، وخلص صار انه دودو مشترك بيني وبين التيم. بحس فيش خلقي فيه احيانا يعني تحت مسمى جبت الدب لكرمي. طلع له بوست عندك نياله صار مشهور. عم نشهر كتير عالم، هي وقفت عليه.